اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده معاكم بافل البير، مستشار عقاري، والنهارده هقدم لكم حلقه جديده في العاصمه الاداريه، من اول الجيت البوابه الرئيسيه للعاصمه الاداريه لحد منطقه المستثمرين بالعاصمه الاداريه. بدات الفيديو كده من اول البوابه عشان نخش من البوابه الرئيسيه للعاصمه، اكننا كلنا جايين مع بعض وداخلين البوابه عشان نعرف الطريق هنمشي ازاي لحد منطقه المستثمرين. طبعا طول ما احنا ماشيين في الطريق هنبتدي نتفرج مع بعض على العاصمة الإدارية، وطبعا في ناس كتير اشترت في العاصمة الإدارية ومتغربين بره مصر، ولكن أنا الفيديو ده بسهل عليك إن الأبديت بتاع العاصمة الإدارية بيكون موجود عندك وقدامك، إن أنت تقدر تتفرج عليه وتتابع لحد منطقة المستثمرين، وأي مكان أنت شاري فيه في العاصمة في طريق اللي أنا همشي فيه لحد المستثمرين. أكيد الإنشاءات بتاعتك هتكون واضحة يعني، لأن أنا هصور الفيديو كامل. طيب، عايزين نتكلم مع بعض كده. ايه رأينا او ايه رأيكم يعني جميعا في موضوع العاصمة الإدارية؟ يا ريت تسيبوا كومنتات تقولوا كل واحد من وجهة نظره كده ايه رأيه في العاصمة الإدارية. شايفها ايه؟ الحاجة اللي هو استثمر فيها او اشترى فيها، هل الاستثمار في العاصمة دي حاجة كويسة ولا حاجة مش كويسة؟ ايه الاسباب، ايه السلبيات وايه الايجابيات؟ يعني عايز اسمع رأي الناس كلها تبقى في الكومنتات كده عشان اعرف ايه السلبيات، ونبتدي نتكلم مع بعض في فيديو جديد عن السلبيات اللي في العاصمة الإدارية اللي انتوا شايفينها من وجهة نظركم. انا طبعا بالنسبة لي انا مش شايف اي سلبيات خالص، ولكن انا مش بطبل ولا اي حاجة، بس انا شايف ان انا الموضوع ان انا النهاردة عاصمة كانت صحراء، النهاردة بقى فيها ابراج، النهاردة بقى ليها بوابات، النهاردة بقى فيها انشاءات، بقى فيها مناطق سكنية، بقى فيها حي حكومي يشتغل، بقى فيها الحلم بقى حقيقة. ده من وجهة نظر، واي حد ليه وجهة نظر زي برضه في ناس معترض على وجهة النظر ده، وطبعا كل وجهات النظر تحترم. وطبعا انا بشكر اي حد ان هو بيعمل كومنت او بيكتب وجهة نظره في في الكومنت. ده بيفرحني جدا ان احنا مهتمين بالفيديو وبنسمع الفيديو كمان للاخر. العاصمة الإدارية فيها خمس استثمارات: استثمار إداري، واستثمار تجاري، واستثمار سكني، واستثمار فندقي، واستثمار طبي. كل واحد مننا أكيد واخد استثمار، وفي ناس لسه ما خدتش أي استثمار في العاصمة، أو مترددة إن العاصمة لسه ما اشتغلتش، فبالتالي أنا هاخد استثمار دلوقتي هعمل بيه إيه؟ لا، أنا عايز استثمار سواء في التجمع أو في المناطق اللي هي فيها خدمات وشغالة دلوقتي، أقدر أستلم على طول واشغل على طول. ده بيفرق ما بين حد بيستثمر وما بين حد اند يوزر. انا لو اند يوزر عايز افتح فرع جديد، الفرع الجديد بتاعي ده عايزه في التجمع الفترة اللي هي السيزون مثلا بتاع الصيف، او في نهاية السنة، او السيزون بتاع بداية السنة. طيب، في ناس تانية عايزة تاخد حاجة استثمار على المدى البعيد. على المدى البعيد اللي احنا ما بنتكلمش عليه نقول بعيد قوي، لا، المدى البعيد اللي هو 3 سنين في العاصمة الإدارية. طبعا تختلف وجهات النظر ما بين الاتنين، وكل واحد ليه طلبه، والريكوست ده بيفرق من كلاينت للتاني. اهم حاجة قبل ما استثمر، سواء انا اند يوزر، سواء استثمر في العاصمة، سواء استثمر في التجمع الخامس، في مدينة نصر، في الشروق، في اي منطقة من المدن الجديدة او المدن القديمة، اهم حاجه ان انا اخد افضل بارامتر واخد افضل لوكيشن وافضل طريقه وصول، لان ده اللي بيفرق في الاستثمار. لان طبعا لما يكون الحاجه عليها لوكيشن مميز، اكسس على طرق رئيسيه، على محاور رئيسيه، ده بالتالي بيخلي الكلاينت او العميل اللي جاي يشتري مني او يوصل لي، بيكون الوسائل الوصول سهله جدا، وده اهم حاجه في الاستثمار. طيب، خدمات اللي بتبقى داخليه في المول بحتاجها، طبعا بحتاجها. الخدمات دي بتسيرف عليا وبتسيرف كمان على الكلاينت، سواء الطرق الداخليه للمشروع، الخدمات الداخليه، كل الحاجات الداخليه للمشروع، الفاسيلتي عامه، هي دي اللي تفرق، لانها بتخدم عليا وبتسيرف كمان على الكلاينت اللي جاي. حاجة كمان عايز أتكلم عليها، الاستثمار عامة العقاري هو من أفضل الاستثمارات، لأن الاستثمار ده أولا بيتزايد في مصر بشكل رهيب وفي وقت قليل جدا، وأعتقد إن صعب جدا 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 أي بلد تكون منافسة
للعقار في مصر، لان مصر طبعا اثبتت للناس كلها، حتى الناس اللي بره الاند يوزر معظمهم بيستثمروا في العقار في مصر، لان العقار في مصر فعلا بيكسب مكاسب مهولة جدا ويتزايد، سواء في الاسيت وكمان في الار او اي. لو انا حرنت كمان العقار، يعني ان الايجارات عندنا بتتزايد، وكمان الاسيت اصل العقار كمان بيزيد. فده حاجة مميزة جدا في الاستثمار العقاري عامة في مصر. طبعا رب الفيديو ده يعجبكم، انا مش عايز اطول عليكم. الشقق السكنية او الوحدات السكنية والاداري والفندقي والتجاري في العاصمة الإدارية مختلفين تماما، لأنهم قائمين على بنية تحتية قوية جدا. وده يفرق معانا إن احنا الأساس بتاعنا هنا مبني قوي. لو أنا رجعت بقى فيدباك لورا شوية، دخلت كده مثلا على التجمع، هلاقي إن البنية التحتية عندي فيها مشكلة، لكن الإنشاءات كويسة. طب أنا هعمل إيه بإنشاءات كويسة وبنية تحتية مش أفضل حاجة؟ طبعا الشتاء كلنا عارفين التجمع بيحصل ليه فيه في الشتاء حاجات تانية كتير. طبعا انا مستني كل الكومنتات وكل ارائكم عشان نرد عليها في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. طبعا عايز اتكلم معاكم ان شاء الله التسكين، او هنبتدي نسكن في الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية من 2024. وده طلعت مصطفى ومصر إيطاليا، وفي شركات هتبتدي تسكن الناس، تبتدي تعيش في العاصمة الإدارية من 2024. وده خبر كويس جدا وجميل، إن احنا في ناس كتير جدا جدا كانت بتسأل الموضوع ده، ونفسها بقى العاصمة تبتدي تسكن فيها الناس، مش بس موظفين يبتدوا يروحوا العاصمة في الحي الحكومي والوزارات والبنوك، لا، احنا عايزين بقى نسكن كمان في العاصمة ونعيش في العاصمة. طبعا ده خبر جميل جدا. وده بيحفزنا كمان ان احنا هيبقى فيه طلب كمان على المرحلة التانية في العاصمة، لان المرحلة الاولى لما تبتدي تسكن وتشتغل خلاص، المرحلة التانية تبتدي تفتح، والمرحلة الاولى سعرها كمان هيبتدي يزيد اكتر، بسبب المرحلة التانية هتبقى مثلا لو استلام 4 سنين، او استلام متأخر شوية. المرحلة الأولى هتكون سكند، وتبتدي الناس اللي عليها طلب، لأن زي ما في ناس بتحب تستلم عادي بعد 3 سنين ما عندهاش أي مشكلة، في ناس تانية عندها مشكلة إنها تستلم بعد 3 سنين وبتحب تستلم استلام فوري. في طبعا مشاريع في العاصمة استلامات فوري، وكمان التسكين قرب زي ما قلنا في 2024. فكل المميزات بقت في المرحلة الأولى، يعني الناس اللي حابة تلحق حاجة في المرحلة الأولى يا ريت تنزل. طبعا لو عملوا سيرش على جوجل هيلاقوا شركات كتير جدا 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 يقدروا يبتدوا استثمار فيها. طبعا انا مش عايز انسى اقول لكم ان انا في ويب سايت www.bavlialbert.com. يا ريت الناس كلها تخش الويب سايت تشوف الوحدات المتاحة، او الحاجات اللي حابين يستثمروا فيها او يبتدوا اشتراء فيها. اعتقد ان ده افضل وقت، لان خلاص العاصمة على وشك الانتهاء المرحلة الاولى. طبعا ناس كتير اتكلمت تقول لي طب ده الداون تاون لسه فيها. لا، انزل الداون تاون وشوف منطقة الابراج السياحية، وشوف ورا الداون تاون في مشاريع كتير ابتدت تخلص، زي مارجن مشروع بتاعه خلاص، زي مول خلاص خلص انشاءات بالاخر، وهيبتدي يخش يشتغل في الواجهات بتاعته والتشطيبات الداخلية. ده برضو حافز في منطقة الداون تاون. وطبعا انا عندي في منطقة الداون حي كامل خالص خلصان للاخر، اللي هو حي التنزه والتسوق في منطقة الداون تاون. ده كوميرشال اريا بالكامل، وده برضو الناس تقدر تنزل تتفرج عليه. مش عايز اطول عليكم عشان انا حاسس ان الفيديو طول شوية، ولكن انا الفيديو ده عملته كده مختصر شوية، يعني مرضتش اطول اكتر من كده ونلف المرحلة الاولى بالكامل في العاصمة، لكن انا اكتفيت انا لحد منطقة المستثمرين عشان الناس تتفرج وتشوف العاصمة تطورت لحد فين، واخر ابديت للعاصمة الإدارية. وده يهم ناس كتير، ويمكن يهم الناس الاكتر اللي موجودة بره مصر بتشتغل تحب تشوف وتتابع العاصمة الإدارية وصلت لفين. طبعا انا كده كده بقدر الامكان هحاول انزل فيديوهات متواصلة في العاصمة الإدارية كل أبديت، بس هحاول أخصص إن أنا يبقى كل حي أصوره لوحده. يعني الحي
ار 7، الار 8، الحي ار 3، حي المستثمرين. كل حي هبتدي اصوره لوحده ان شاء الله في فيديوهات جديده، عشان يبقى باستفاضه كامله. الناس تبتدي تشوف الانشاءات خلال 6 شهور و7 شهور وسنه وصلت لايه، هل فعلا الانشاءات سريعه ولا الانشاءات مش سريعه. طبعا انا عايز اقول لكم زي ما انتم شايفين عربيات الرمله وعربيات الزلط وعربيات الاسمنت كل حاجه يا جماعه شغاله بقدر واسع جدا وبسرعه خياليه وقدام عينينا. يعني انا مش بتكلم مثلا عن حاجه مش موجوده قدام عينينا، لا احنا قدام عينينا دلوقتي بنتفرج مع بعض، كل حاجه قدامنا دلوقتي. يا رب كده الفيديو ده يكون عجبكم، واستنوني كده في حلقات كتير جديدة. زي ما قلت لكم هتبقى حلقات مخصصة لكل حي او كل منطقة لوحدها، مخصصة لوحدها عشان تقدروا تتفرجوا عليها باستفاضة. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.